قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفه ما ضر وجاء ليفصلا وفي آل عمران من شامهم كحفص وفي الباب كقالون واعتلى. نعم. طيب وايد ما يدخل كيف جرمتي ومدك قبل الفتح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا يا الله. طيب ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا سنتر الرار نمني إدخال قلو نم السديج حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا هشام بيتشارا في سي قبل الكسر دي خلاف مجرى جنة بس نمتي أئمتني نو جلن أئمتني كم غونا إنني إدخال قلو إنني بلا إدخال كراو إنني تسهيلا كراو كنجدودا تديها زيجو وأئمة بالخلف أئمتني خلافا تهي قد مد وحده قباسا إدخال قليل قد مد يجو قد أدخل الألف ألفين سيلة يجو قباسا يجني وحده ضمير هشام هشام أخيرا دبني وقبل الكسر خلف لو يجو أخيرا دبني هشام وأئمة بالخلف يعني أن لفظ أئمة لفظ أئمة حيث ورد في القرآن الكريم وأنا كسبت كرفتي قد مد بين همزتيه هشام قدو همزي سلامان انتي إدخال قد يجرى بخلف عنه قولي واحدني جنا لا بخلف عنه خلاف إسراتين فله فيه المد وتركه إدخال زنقلا نقول سير لا تشوك ويجو مع التحقيق لكن تحقيق أوجه كما تبرد ما زك أول كسر تحقيق ومتي كسر لك سوي كوا كسر فتحتين مالك كنافي إذا كان كيستيسي خلافاني أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمر بكشا يدلوا أئمة وأنا كذا وقد وقع هذا اللفظ في القرآن في 5 مواضع بكشا يدلوا وأنا كذا أئمة موضع في التوبة فقاتلوا أئمة الكفر سجل سنة الشام كمان تكلم فقاتلوا أئمة الكفر قولي تقول وقاتلوا أئمة الكفر أكما جماعة كانت كريج بالخلف يجب ما ننسى بالإدخال وعدم الإدخال يكسر كازمتي سلومان موين نكوني قاعدة شامرة مفتوحة ومكسورة متي أئمة زين أمزين ندرها مفتوحة نلمسها مكسورة قاعدة ساكتة جليج لكن أتشتس مال جنه قبل الكسر خلف جن قاعدة صار عندنا نيجوا سني قال قبل الكسر خلف أستذكره قبل الكسر كسرنا خلف في دان الجتيج وحده قبعة ساجونغا هيون الرادي سوفي أبو عمري فيه قالوا لي نبلاد جرك متكران وجماعة تكران أئمة جن وجعلناهم أئمة فقاتلوا أئمة الكفر ونجعلهم أئمة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وموضع بالسجدة وجعلنا منهم أئمة بأمرنا لما صبروا. طيب وسهل سما وصفا طيب وحده التكتبة على بعض إيمانا وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا أين تسهيلا كري تسهيل بالجادة وسهل سما وصفا بدون إدخال ملتي كان إدخالا وسهل تسهيل وريكره سما وصفا يعني نما قرته وصف إنسا ملتاته يفيج أهل سماني تسهيلا كران يجود تسهيل همزة كم يعني
أئمة من غير إدخال من قبل ولا جر الدبيراتي مثلا إدخالك أبو جنبي عايدا خالف نجرب الدبيرات أما تسهيل ما ندخل أبو جنبي بقى أندر توني أشفقتون تسهيل مع الإدخال أستي تسهيل بالجري أئمة وجعلناهم أئمة وقاتلوا أئمة الكفر أئمة سدوا حققنا سلام يسا سهل يجان وسهل سما وصفا يجون قرات التفارسي قرات تكوني سما ارتفع وظهر وعلى وصفين سا بلته والفوق أمي يجسد فقاتلوا أئمة الكفر أن يجل أهل السماء الشامو وقاتلوا أئمة الكفر لا جنوب عليهم تحقيق بلا إدخال تحقيق بالإدخال يعرفونه تسهيل بلا إدخال تسهيلان كراني أهل السماء بلا إدخال خلمنا كتار تجكنا وسهل سما وصفن الدين على بعدي معنا أنتن طيب وفي النحو أبدلا جند ببراتي وفي النحو نحات النمو أبدلا إبدالا قل أني روجت أي أهل النحو ورنحوية إبدال الحمزة يا إتكاير نيوجي همزتي فقاتلوا أئمة الكفر لكن يقرأ به لا يقرأ تنين كلام لكن ايش مجرد حكاية من طريق الشاطبية لا يقرأ به طريق الشاطبية نتكلم كناني يا إذا كلام أما طريق الطيبة يقرأ به طريق الطيبات دي كلاما لو كان الحدود دي الدسا ولا الدبي وقوله وفي النحو يبدل إخبار بمذهب بعض النحويين كوني مذهب قري نحويوتا وديسو في هذه الحمزة فإنهم يبدلونها ياء جدر نص على ذلك أبو علي في الحجة أبو علي بن الدراء والزمخشري في مفصله ووافقهم بعض القراء قالوا قراء كانوا تقدمين وقرأوا بياء مكسورة أئمة يعني قرأني ونصوا عليه في كتبهم واختار الزمخشري مذهب القراء زمخشري الدين مذهب القراء تمرت أتيه زمخشري أبو تفسير أصلا مذهب القراء مرت أتيه ونص عليه في تفسيره يعني تفسير الزمخشري كسدي نص تقولي قراء ما الجاني يعني قراء قرين قراء تا التين قرأني قريمون جدا فحصل من الكتابين مجموع الأمرين وقال الداني بهمزة وياء مختلسة الكسر الداني قلت يريد التسهيل وأما البدل فمن الزيادات توضيح اعلم أن في لفظ أئمة طيب على كل حال هذا لا يقرأ به تني كلام طريقة شاطبيتين سكان طريقة شاطبيتين كلام طريقة طيبات مو جرا لكن والخلاصة دبين طيب وفي النحو يبدل جنان بيان لمذهب بعض النحاة وهو إبدال الهمزة الثانية ياء محضة وهذا الوجه وجه لما نبن النوايا يكون وإن ورد عن أهل السماء أيضا ولكنه ليس من طريق كتابنا طريق إمام الشاطبي متي فلا يلتفت إليه إنما ملتهم فلا يلتفت أكنوا يتنين ملتنا ولا يقرأ به قاضي كده
تينيز كرامو ملة موسي مزمنا بيوتا كان جدا والخلاصة أن أهل السماء يقرؤون بتسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال لأحد منهم وأن هشام يقرأ بالتحقيق مع الإدخال وعدمه وأن الباقين يقرؤون بالتحقيق من غير إدخال سدين كان كذا يجوا سدي ما إني أهل السماء تسهيلان كرو أئمة يعني أئمة من غير إدخال سيسوم ملك هشام يقرأ بالتحقيق وعدمه أئمة إليك راجع والرهاب نون دي يقرؤون أئمة من غير إدخال بالتحقيق قال دي الحمد لله نعم وما الدكان كان بلاتي وما الدكان يجون سيسون كيجن أما إذا قبل الفتح قبل الكسر النير أباس سيسوس أكت سيسوس فموس النير بدي أما قبل الضمين نور همزي كسر اتباعا وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئن أنزلت بهم أأنذرتهم في أئن في النير الحمد لله أنزلان وكم قونا جو جنان ومدك سينسسون كيج قبل الضم همزي سي ضم على اندرتي أين ينمي إدخال قل جنان لبى قوات حبيبه نمي قلت إدخال جالته قوات إنما وأجلتنا جلا قوات طيب لبى حبيبه أكم قولا واحدا جنان لا بخلفهما يعني كوني لبى حبيبه كوني هشامي في أبو عمرو بخلفهما خلاف جلمانيتيني ملك أولا واحد متي أي لباه حبيبه كناية أكنيتون جي حبيب نساء واتيتون معنى نساء كناية عن القارئ به نمي إسكره ناداه المد مدين سوامي جناني نمني سكره جلعواته تنكره جيتون ليجعله في قراءته تنكره جنه مدين وامنان فأجابه قارئا يعني إسجل مرحبا جده حال قراءتين بارزا بالمد بارا بالمد مد الكساهاتين مختارا له ملتأتيه جسد أيب برا جتون مرحبا جده نمني قال نما أبا فانا جلا مرحبا جده إذا جري وامن لبيك نعم دوفه جنامتي نمني قال نجا بارا جتان الولد البار وجان أبا فانا أمبول ويشو بار بوالده إن كنسي أكوانه ما تجرى مرحبا جده هو تيجي نا بخلفهما برا جتان يعني والبر والبار بمعنى واحد فكو بارين بر لوالديه بار لوالديه وجدت اسمع ناس أي مطيع لهما يجب طيب وجاء مالي في حلان نساء مالي في ألف سنة كتوسين سنجنان حكمة سعيد وحكمة نسين ألف سنة ستنوغي وجاء في مدجسون ليفصل أك حمزي الدباسو في حمزي الدباسو نافي دفيتشو طيب يعني ومدك قبل الحمزة المضمومة قراءة المشار إليهم باللام وهم هشام وأبو عمرو بخلف عنهما فلهما المد وتركه وقالون بلا خلف عنه قالوا نمو خلافا من الدين فتكون قراءة الباقين بترك المد وقد وقعت الحمزة المضمومة من الهمزتين من كلمة في 3 مواضع في القرآن الكريم وأنا كأتي بكم سديتو تلفتي سي مضمومان سدين سورة سنان قل أنبئكم بخير من ذلكم جلله في آل عمران فوق أنزل عليه الذكر من بيننا في سورة صاد ألقي الذكر عليه في القمر بوتا كان سدين الدي تيجا بوتا صديقوانا كيسا مضمومان ثم بين حكمة المد وجاء ليفصل يتشوفوني جلد كتب حكمة المد يعني بسموه حكمة المد
ثم بين حكمة المد فقال وجاء المد ليفصل أولى الهمزتين عن أخراهما همزي لما ودنا فصلوا لا في دفته وجاء ليفصل يجاز وجاء ليفصل طيب أما قل أستي قال وري إدخال قلوا إدخال قل درا انتني سركم نحن وفي آل عمران يجي وفي آل عمران وولي هشام حفص وحسبان كقالون واعتلى أما بجوسي والنفسي سبحانه سلا قل أو نبئكم إني توقع على عمران كذا جنمتي توقع سورة الصاد جنمتي توقع سورة القمر جنمتي وفي آل عمران آل عمران كيستي رووا لهشامهم هشام سلا إيه سجرة ولا كمين كذا ورد خالق الكجر لبى حبيب جنمتي ورد خالق الكجر لكن خلاف مالك لكن آل عمران كيستي جد رووا لهشامهم كحفص إسا سورة الصادي في إسا سورة القمر كيستي إدخالا فآدم يقول أمله على عمران كيستي موري ويابرات الراولي فمجي رووا لهشامهم هشامي جراتي ولي فمجي لكمتي نام كحفص حفص كمتي قرأي بدون خط قل أو نبئكم جري قرأي قل أو نبئكم جري قرأي متي طيب eenyuun dhaqee gaxxamere eenyuun gaxxame beektu siluma bikhulfi jenneetu hundumattuu khilaafaan jenne miti hishaam kalimaa sadeenittu isa aala imraan keessatti immoo nassanumayyii akka habsitti qara'e jechuutu jira sila hunduma jaraati sila hunduma jaraa keessatti khilaafaanii jenne miti khilaafaan idkhaala godhenne idkhaal waadamu laakiin isa aala imraan keessatti رووا لهشامهم هشامي أكم حفصتك على هيرة جتوتو ودي فميجة خلافا ملت خلافا ملت إيه يعني إيه خلافا ملت ودي فميجة خلافا ملت وفي الباقي كقالون واعتلى باقي نيو فين سورة الصادي في سورة القمر وفي الباقي إسحاب كيس لمان كيس تو سدية نمزلة كلمة سدية إسحاب كيستي مو قالونا أكيد قالونا كمان مع الإدخال إدخالا والجنين إذا نه هشام الرا روايات سديتو ديكو معنا أنا أدبا ربي بيان وفي آل عمران بيان لمذهب بعض أهل الأداء عن هشام وهو أنه يقرأ قل أو نبئكم في آل عمران بعدم الإدخال مع التحقيق شوف تحقيق أمال الإدخال يجوز سلامتي كحبس إذا جرى بلا خلاف يجوز تحقيق وبيجانا كلا بلا إدخال مبودر عنه خلافان ينير بدي ويقرأ في أنزل عليه الذكر في صاد أو قي عليه الذكر بالإدخال مع التسهيل كقالون يعني جرح فانكيست مو إدخال مع التسهيل كقالون فيتحصل من المذهب السابق ومن هذا المذهب مذهب دربي في سكن الراء إن رجعنا أن هشامي في يقول أنبئكم وجهان وجهي لمن جلها يتشور قني وجهي لمن سماه التحقيق مع الإدخال وعدمه التحقيق مع الإدخال وعدمه توك تحقيق أقول يجو إدخال والجن وعدم الإدخال والجن والتسهيل مع الإدخال كان سجل رارجن شوف كيف ويؤخذ من هذا أن موضع آل عمران لا تسهيل له فيه على كلا المذهبين موضع آل عمران كيستي تحقيق أمالكم تحقيق مع الإدخال تحقيق بدون إدخال هشام أما آل عمران كيستو والرهب كيستي كقالون وكجنة تسهيل مع الإدخال كويجو قالوا لك بتقرأ إيه يعني إدخال إكرامتي إدخال مع التسهيل كنافي أي أنزل عليه الذكر
ألقي يليك عليه إسعى عمران كيستو قل أنبئكم قل أنبئكم هشام يجور صديق يعني ادعاء عمران كيستي تحقيق مع الإدخال وعدمه ها إسحاق كيستي سورة الصادي في سورة القمر كيستي مو أكا قالوا نتي وفي الباقي يجون أيجوهن صادي في سورة القمر جاء لما كيستي فقالونا نكمل التسهيل مع الإدخال أنزل عليه الذكر يليك عليه يجون طيب ألقي الذكر عليه طيب تلخيص مذاهب القراء تلخيص لك بدأ واعتلى يجون ما يجون أي ارتفع هذه القراءة قراءة كني الفول أمي بكبير تلخيص مذاهب القراء القاعدة العامة لمذاهب القراء السبعة في الهمزتين من كلمة مذهب قالون المضمومة موضع صاد والقمر التحقيق المضمومة فيه قل أنبئكم بآل عمران التحقيق مع الإدخال وعدمه وله في موضع الصاد والقمر التحقيق مع الإدخال وعدمه والتسهيل مع الإدخال مذاهب ابن ذكوان والكوفيون التحقيق بلا إدخال أينو في مقرر ذكواني دي كوفيون جر كل ما مالي مذهب نجرا التحقيق بلا إدخال في الأنواع الثلاثة وفيه ثلاثة وجه لهشام هشام جاء وجه صديق أبي يجو تتمة كزيدي أقالون واعتلى ومدك طيب توضيح اعلم أن هشام وقوله وفي آل عمران لوول هشام كحفص يجون أخبر أن هشاما قرأ قل أنبئكم بآل عمران كقراءة حفص وقد علم أن مذهب حفص مذهب نفسي من يتحقق والهمزتين من غير مد بينهما أنبئكم جريكا لأن مراده حفص عن عاصم وقوله وفي باقي الثلاثة وهو أنزل عليه في صاد ألقي بالقمر كقالون أي قرأهما هشام كقالون وقد علم أن مذهب قالون المد بين الهمزتين قد همزي لما تركسوا لك متى مذهب قالون مع تسهيل الثانية منهما وقوله واعتلى رجال أي على هذا الوجه الثالث وجه سدفا كان سديو مجمع ملك يسوت لما ترام مالك يسوت لما تيجي كحبس اللي جد سني عدم الإدخال قال لك عدم الإدخال قال لما عدم الإدخال قال كحبس اللي زي يعني أنبئ وجه تكو أنبئكم جشون وجه تكو أنبئكم جشون متى بدون إدخال كحبس اللي زي طيب وجه سا اللي كحبس اللي جشون معنا سا اسمه سنة قال يجرى عدم الإدخال إذن وجه لما قبل تقول الشام سيأتي ونما يعني كحبس إنسان نجري تمثيلا في سديجة ماله ورقدي كيس تقول كلام حقيقة وجه لما تقول أيوة توضيح اعلم أن الرواة اختلفوا عن هشامية تسهيلا بإدخال محقق سديجة يصير سديجة يشوف مع التحقيق مع الإدخال وعدم الإدخال لما متي التسهيل مع الإدخال وجي سدي يجار هشام إذن إيه كانت تشان سدي يقول أما له إسي كحب سيجري من بنا كحب سنين إيه سجلت جنان عدم الإدخال قلت توضيح اعلم أن الرواة اختلفوا عن هشام فمنهم من نقل عنه المد في المواضع الثلاثة بغير خلاف مع تحقيق الهمزتين
ومنهم من نقل عنه في المواضع الثلاثة ترك المد بغير خلاف وقع عنهما خلاف. طيب. وأما الناقل الثالث الذي ذكره الناظم في البيت الثاني فإنه نقل عن هشام التفصيل في المواضع الثلاثة كما تقدم. فحصل لهشام في آل عمران قراءتان. آل عمران كيستي قراءتي لما ترجمي تحقيق الحمزتين مع المد وتركه صح لما مدي. وله في صاد والقمر ثلاث قراءات. ايش كيست صادي في قمر كيست تحقيق الحمزتين مع المد وتركه أيضا أكو مسمى من الناقلين الأولين. وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية والمد بينهما من هذا الناقل الثالث المفصل. يعني اسمه مجنن تسهيلا بي إدخالا بي عدم الإدخال والتسدية سهلا. وفي آل عمران رووا لهشام كحفص قاب جنة وجي لما يسافر حفص لما قبا جنة حفص لما قبا إدخاله مع بدون إدخال دمدي وهشام جمت لما كحفص قرأ جتون آل عمران كيستي وجهي لما قبا كم تعالى آل عمران كيستي التحقيق مع الإدخال بي التحقيق بدون إدخال قبا كحفص جنة كان كم برا مورد شاهد مال الرجل جتون كحفص جزء مال كن هذا من الإدخال جتون متى توكو مكاسنا وجي برا ميسار جنة وجهني جرى كان كيسايك سورة الصاد. وفي الباقي فقالون واعتلى سكنا وجهني من صديق وتنسى جتون سني آل عمران كيف توجي لما قبا سني وجي لما نبتلا قراءتان تحقيق الهمزتين مع المد وتركه. كافسي سني سجوا كافسين كيسن سينو بيجا كافسين كيسن سينو نمدي حقيقة سينينا مع المدين قوم عليه حفصي لا وتركيه كيس كم وتركيه كيس تي كحفص تير منتهى أكس. وله في ساد والقمر الموت ثلاث قراءات تحقيق الهمزتين أما له آل عمران كيس وجهي لما قبيتشو. قل أو نبئهم كيس تي هشامي وجهي لما قبيتشو تحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه لما كان قبيتشو. معنى سورة الصاد كيس صادي في قمر كيس انقل صادي في قمر كيس تو ميقب صادي قبيتشو. فقالونا يعني التسهيل مع الإدخال يعني التحقيق مع الإدخال وجي سدين كان قبيتشو. فحصل لهشام في آل عمران قراءتان جري وله في صاد والقمر ثلاث قراءات جري. شفتوا كيف؟ تحقيق الهمزتين مع المد وتركه يعني تحقيق الهمزتين مع المد وتركه لما متي وتسهيل الهمزتين مع الإدخال سديقون كلام متي سورة الصاد قمر كيستي وجه صديق باتشو صادي تحقيق الهمزتين يعني همزي لمن حققنا إدخال وعدم الإدخال كرو ده بدأ مو كقالونا أك قالون كرو قالونا كم له أنزل عليه الذكر يجتو أنزل عليه الذكر أنزل عليه الذكر خلاص كبيتشو أنزل كبيتشو وجي صديق دي صديق لكن على عمران كأتي وجي لما تملين كبو أنبئكم أنبئكم تسهيلا قالوا نيجون سمال بالبداية ربيتو إدخالس تسهيلس لتشو كبيتشو يلوني فصل لي بدأ أو جوا تشبيه هذه قرمتكم تشبيه تشبيه كحبس يجون سا عدم الإدخالين ما لا تسهيلين كسبتي تدريب قونا سيكا أبد وميرتي ها بيتي لما سارة هشام تدبي